السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا خبر النهارده. الخير اللي هيجي لهم هيخلي الكل يحسدهم. 3 ابراج فلكيه عليهم الحذر الفتره القادمه. اولهم مواليد برج الحوت. يمر شخص الحوت بفتره من التقدم والازدهار في حياته، مما يجعله يجذب انتباه من حوله ويعرضه للحسد الشديد. عاطفيا غيوم صغيرة تهدد العلاقة مع الشريك، لكن القليل من الصبر سيؤدي حتما إلى تقويم البوصلة. مهنيا يوم متقلب يتطلب منك التطور على أعلى المستويات في منصب يتحداك الإهمال، والإهمال محظور. صحيا استخدم طاقتك الإبداعية وتفكيرك اللامع لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تدع أصحاب النوايا السيئة يضعون العقبات في طريقك. مواليد برج العقرب. يمر شخص برج العقرب بفترة تميز وازدهار في حياته خلال هذه الفترة، مما يجعله محط الأنظار الحاسدين، لذا يجب عليه الحذر في عيون الحاقدين. صحيا كن حذرا ومحافظا وتجنب الحوادث أو الإهمال الذي قد يثير أعصابك وانفعالاتك. عاطفيا تتلقى مجموعة من الأخبار الجيدة التي تساعدك على تعزيز علاقتك بالشريك كما يحلو لك. مهنيا تتاح لك الفرصة لإثبات حسن قيادتك مع دخول القمر إلى البيت الثاني من برج القوس، مما يقدم لك ظروفا وطاقة ذكية ومهمة وعقلا حادا وتصرفا سريعا يساعدك على الدفاع عن نفسك وحمايته فترة مهمة للدراسة والنقل والزيارات والمناقشات الصحية. لا تفرض نفسك بالقوة. مواليد برج الأسد. يتمتع مواليد برج الأسد بشخصية مميزة وجذابة، حيث يجذبون الأنظار والأضواء بشكل مستمر، مما يعرضهم لحظر الأزمات الصحية والمالية بحسب تعرضهم للحسد. صحيا تحكم في انفعالاتك وأعصابك، ولا تهتم الآخرين بظلمهم يبعدون عنهم. عاطفيا ينتظرك ارتياح وفرح وسعادة كبيرة، وتقدر قدرة الشريك على إظهار كرم وجهد كبيرين من أجلك. مهنيا تبدو الحركة سريعة والأجواء الفلكية صافية ذلك اليوم، أنت قادر على المضي قدما وأخذ ما تريد وتحقيق أكثر من هدف. لذلك ستكون البداية مليئة بالحيوية والحماس وأجواء رائعة حتى النهاية، والعمل الصعب على وجه الخصوص. وبكده يكون ده الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.